عارف إن في سفن عندها جناحات؟ في سفن الشحن الضخمة بيكون فيها جناحين صغيرين كده بيطلعوا من جنب جسم السفينة، اسمها زعانف التثبيت. ودي أجهزة متطورة جدا معمولة مخصوص عشان تمنع السفينة من التمايل يمين وشمال في البحر. لما الموج يخلي السفينة تميل، الزعانف دي اللي بتكون مستخبية تحت المية بتتحرك بسرعة. أنظمة هيدروليك أو كهرباء بتغير زاويتها عشان جناح يرفع ناحية والتاني ينزل الناحية التانية، وده بيعمل قوة عكس اتجاه الميل، فالسفينة تفضل ثابتة أكتر. رغم إن حجمهم صغير بس يقدروا يقللوا التمايل بنسبة من 70 ل 90%، وده بيقلل جدا إن الركاب يحسوا بالدوخة أو الغثيان. بس طبعا ليهم عيوب برضه، غاليين ومعقدين وبيحتاجوا مكان جوه السفينة للأنظمة الهيدروليك، وكمان لما يتفتحوا بيزودوا استهلاك الوقود بنسبة من 3 ل 8%، وعلشان كده لازم يتقفلوا في المية الضحلة أو قرب المينا عشان ما يتكسروش. قول لي بقى، هل الأجنحة دي تستاهل فعلا التكلفة بتاعتها؟ ولو أنت راكب سفينة وسط الموج العالي والسفينة بدأت تهتز وفجأة حسيت إنها بقت ثابتة كأن المية هديت تماما، هتقول إيه؟ هي دي التكنولوجيا فعلا تستاهل يتصرف عليها الفلوس؟ ولا شايف إن الطبيعي أحسن والموج جزء من المغامرة؟ قول لي رأيك في الكومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.